السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة وفي أتم العافية. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم هذا الملوي الرائع بعجين اللي هو سحري. إن شاء الله ما غتلقاوه حتى في شي قناة من غير قناة شهيوات بشرى رفيق، اللي هي قناتي وقناتكم، وكنرحب فيها بجميع المتتبعين، الناس اللي متابعيني دائما واوفياء، واللي كنشكرهم بزاف 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 على التتبع ديالهم وعلى الدعم ديالهم. والناس اللي اول مره كيزوروا القناه ديالي ما عليهم الا يضغطوا على زر ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلهم جديد وصفات. كناخذ واحد القصريه نوضع فيها كيلو ديال الدقيق الفورص، مع واحد الزلافه صغيره ديال الفينو، تقريبا 200 غرام ديال الفينو، مع واحد الصفار ديال البيضاء، واحد المعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه او الخميره المعجونه، انا كنستعمل الخميره المعجونه، معلقه كبيره ديال العسل، ساشي ديال الخميره من وزن 8 غرام، وكنعجن بالماء بارد خصوصا في هذه الوقيته ديال الصيف. وعامه انا في المسمن كنعجنو دائما بالماء بارد، انا ما كنستعملش الماء دافي نهائيا في المسمن، خصوصا وانني كندير فيه الخميره. كنستعمل الماء بارد من الصنبور، وانتم كتشوفوا النتيجه رائعه بحال الا دلكتوها في العجانه، وهي راه ما مدلوكاش نهائيا، غير كنخليها ترتاح مزيان. كنغطي عليها بواحد البلاستيكه ولا ورق السلوفان ونخليها ترتاح لمده نصف ساعه، ومن بعد كنرجع ليها كنشكلها هكا على شكل كويرات، تكون كبيره شي شويه، وكنخليها ترتاح مره اخرى. ماشي بزاف، انا عاده كتكون عندي الكميه كبيره ديال المسمن اللي كنخدم، ما بين 30 مسمنه 40 مسمنه، يعني كتكون الكميه كبيره. ما بين ما كملت الكميه كامله كيكونوا دوك الاولين ارتاحوا ليا، وكنبدا نخدم نكمل الكميه كلها اللي عندي ديال المسمن ونرجع معاكم. وباش تحصلوا على النتيجه اللي هي زوينه ونتيجه مرضيه، خصكم تخدموا هكا فرخامه. انا عندي هاد الرخامه ما كبيرش بزاف، ولكن نفعاني في الخدمه ديالتي. عندي هكا رخامه تنخدم عليها باش منين كنبدا نورق العجينه كتمشي ليا بسهوله، ما كنلقاش واحد الصعوبه يعني في التوراق ديالها. منين كنوصل لواحد الحد من التوراق ما يمكنش ليا نبقى نورق بيديا، كنبدا نجبد العجينه على هذا الشكل، ولكن ما تجروهاش بزاف باش ما تقطعش لكم. حتى ولو تقطعت كتبداو تجمعوها من دوك البليصات اللي تقطعت منهم، واخا هي العجينه راه مطوعانه. كندير واحد الرشيشه خفيفه ديال دقيق الفينو، ورشيشه خفيفه ديال الزيت والزبده، وغادي نطوي العجينه كانني غادي ندير مسمنه عاديه، ولكن ما غاديش نطويها على شكل مسمنه. غادي ندير واحد المستطيل من البدايه ديال الملويه. كنبدا ندير واحد المستطيل اللي هو شويه عريض، يعني ما نزيرش على العجينه، تندير مستطيل وكنبقى غاده وكنورق. يعني ما توقفوش على التوراق هكا باش يجيكم المسمن ديالكم مورق من الداخل. صافي حتى كنكمل في الاخر، وكناخذ هاد الجوانب وكنجمعهم من الجنيبات، ونبدا ندير ديك الحركه الدائريه باش نحصل على ملويه. نضغط عليها بالاصابع ديالي ونحطها ترتاح، من بعد عاد غنرجع ليها ونعاود نضغط عليها مره اخرى. ما تضغطوش عليها في هاد الوقيته بزاف باش ما تخسرش لكم لا فورم ديالها. انا عاودت معكم واحد المسمنه اخرى باش هكا توضح لكم الامر، وتوضح لكم الطريقه، وخا هي الطريقه سهله وواضحه. كتشوفوا هنا واحد البويقات في الجنب، دليل على ان المسمن ديالكم او الملوي غادي يجيكم ان شاء الله ناجح 100%، ودليل على ان المسمن ايضا مدلوك. منين كنبدا نكرتو باش نحطو في المقله، تنخلي الجوانب شويه غليظه وتنضغط على الوسط باش ما تجيناش فيه في الوسط بحال اللبابه، ولكن ضروري ما تخليوه شويه غليظ باش منين كتحطوه في المقله تيتنفخ. بالنسبه للمقلاه خصها تكون سخونه مزيان، كنجهدوا عليها العافيه في الاول حتى كتسخن، ومن بعد كنقصوا عليها، ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش ناقصه، لان الا كانت ناقصه تيكرم لينا المسمن، ولا كانت مجهده تيطيب لينا المسمن من برا، ولكن من الداخل كيبقى بحال الا خضر وتتجينا فيه بحال العجينه. الوغ
نخليو النار تكون متوسطه. صافي كنستمر على هذه الطريقه حتى كطيب ليا من واحد الجهه، وكنقلبها من الجهه الاخرى، ونبقى مستمره حتى كطيب ليا المسمنه بشكل يعني كامله، وكتولي كلها محمره. شوفوا يعني التحميره اللي كتجي فيها بداك المعلقه اللي كنديروا فيها ديال العسل، كتعطي واحد المذاق ايضا رائع. حتى النتيجه راها خطيره خطيره. شوفوا كيفاش محلول من الداخل، وكيفاش يعني ما فيه لا عجينه لا والو، كيجي خطير خطير. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه وتجربوا العجين اللي عطيتكم. انا الصراحه كنت وضعته في واتساب ستوري ديالي، وكثير من الناس اللي طلبوا مني انني نحطو لكم في القناه، ونزولا عند الرغبه ديالهم حطيته في القناه. نتمنى انه يعجبهم، ونتمنى الناس اللي طلبوا مني انني نحطو يشوفوه، ونتمنى ان الدعم يزيد يكثر لانه قليل وقليل بزاف. وما بقى لي الا نقول لكم شكرا لكم على الدعم ديالكم. نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده، في امان الله.